وده الجزء الثاني من حكايه صوت صفير البلبل. ولو انت ما شفتش الجزء الاولاني ارجع شوفه تاني عشان نكمل الحكايه. بعد ما وقفنا في الجزء الاول على انه الملك فجاه فاجئ الناس انه عارف القصيده، ومش بس هو ده، هو كمان والغلام والجاريه، في بقى حكايه كده او سر ورا الموضوع ده. تعال انا اقول لك كان السر فين. السر انه الملك ده كان بيحفظ القصيده من مره واحده، وكان عنده غلام بيحفظ القصيده من مرتين، والجاريه من 3 مرات. فالتركايه كانت فين بقى؟ ان اول ما الشاعر ما يقول القصيده الملك يحفظ القصيده، بعد كده الملك يقول القصيده فكانت اتقالت مرتين فالغلام يكون حفظها، الغلام يقول القصيده كده اتقالت 3 مرات فالجاريه تقولها. فهنا بقى كانت اللعبه او الحكايه. لما الشعراء اشتكوا للاديب الاصمعي، هنا بقى الاصمعي قرر انه يعاقب الملك ده عقاب شديد قوي. وعمل ايه؟ تنكر في لبس واحد غريب ودخل على الملك وقال له انا عايز اشارك في المسابقه دي. فالملك راح قايل له عارف الشروط؟ قال له عارف. قال له طب يلا. قام الاصمعي وقف وقال صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الزهر والماء معا في زهر لحظ المقل، وانت يا سيد لي ومولى، فكم تيمنا غزيزل. وكمل له قصيده طويله قوي، هي قصيده فعلا انت محتاج تدور وراها، شخصيه مش عارف انطقها تاني. وراح في الاخر قايل له ايه؟ عرف نفسه بقى وقال له انا الاديب الالمعي من حي ارض الموصل، نظمت قطعا يعجز عنها الادبلي، اقول في مطلعها صوت صفير البلبل. طبعا الملك اتجنن ومبقاش عارف يقول اي حاجه، وبدا ان هو يحاول يقول القصيده تاني ما عرفش، حاول ينادي على الغلام عشان يقول القصيده، طبعا الغلام ما سمعش القصيده مرتين فما عرفش. ونفس الحكايه برضو بالنسبه للجاريه. فالملك قال لك خلاص مش مشكله، ده يعني واحد بس اللي كسبنا فمش مشكله، هياخد شويه جرامات ذهب وخلاص. فراح قايل له ايه؟ هات اللي انت كتبت عليه علشان اوزنه لك. راح جاي الاصمعي قايل له ايه؟ لقد ورثت عود رخام عن ابي، نقشت عليه قصيدتي كامله لا يحمله سوى 4 من الرجال. قام الملك اتجنن، ولما حطوا عمود الرخام على الميزان خد كل فلوس الدوله كلها. وهنا بقى كانت الحكايه اللطيفه اللي ورا الترند اللي طالع على السوشيال ميديا. فبعد كده لما حد من جروب العيله يبعت لك صوت صفير البلبل، قول له انا شفت عند احمد وائل الماركتير اللي بيقدم فيديوهات على النت ان هو حكى الحكايه دي، وابقى احكي له الحكايه وابعت له الفيديو او اعمل فولو برضه.